السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا نعمل معكم الغريبة دي نسموها المعلقة. في مقلاة نعمل كاك فول السوداني 500 جرام. نقليه شوية كده لغاية ما تتفسخ معانا القشرة، ما نقليه لغاية ما يحمر، لا بس تتفسخ معانا القشرة. نعملها كيك باليدينا، لما تتفسخ خلاص ده جاهز. معنا 250 جرام متحمر بقشرته، ناخده نطحنه في الطحانة، لكن ما نطحنه لغاية ما يتيدم، لا نتركه حبيبات شوية، عايزينه يبقى حبيبات. زي ما انتوا شايفين هو حبيبات، مش معلق معانا، لسه في حبيبات، عايزينه هيك. نطحن الكمية كلها بقشرها. المقادير: 500 جرام فول سوداني مربى، فانيليا، ملح، كأس مش مليان سكر حبيبات، معانا كوكو كأس مليان، ونكهة ملعقة زبدة وخميرة. وثلاث بيضات. على بركة الله هنحط كل المقادير: كأس كوكو، كاكاو، مع فانيليا، شوكولا، كيس، مع كأس مش مليان سكر حبيبات، ملعقتين من المربى. النكهة اختياري، أنا عندي بنكهة الفانيليا شوية، يعني راس الملعقة بس. 3 بيضات، والزبدة بدرجة المطبخ، درجة حرارة المطبخ. بعد ما حطينا كل، نحط خميرة، كيس أول، التاني، كيسين خميرة، حلويات، شوية ملح، ثم نجمع الخليط. زي ما قلت 500 جرام فول سوداني متحمر بقشوره مطحون، كأس كوكو، كيس فانيليا بالشوكولا، كيس فانيليا بالشوكولا، كأس سكر حبيبات، ملعقتين مربى، قبضة ملح، ملعقتين بتوع الزبدة عفوا، كاس كيس، كيسين من خميرة الحلويات، 3 بيضات. والنكهة حسب الاختيار، زي ما قلت أنا عملت فانيليا. نجمع الخليط كله. دي مش محتاجة لا دقيق ولا شي، بس المكونات اللي حطينا بتيجي روعة. في بعض الناس بتصير قاسية معاهم، لكن لو اتبعتوا الوصفة دي بالمقادير دي بتديكم حلوى غريبة روعة وعجيبة، ما بتكون
قوية، يعني بتكون لو قسمتوها على نصفين بتكون كده طرية. راح نجمع كل الخليط زي ما انتوا شايفين، ندعك لغاية ما يجتمع مع الخليط. وعايزين سكر بودرة للتزيين علشان لما نكورها نحطها في سكر بودرة يكون من النوعية الممتازة، ده كمان شرط لنجاح الغريبة. بعدين نجمعها نخليها ترتاح شوية. نجيب سكر بودرة زي ما تشوفوا، ده نوع ممتاز عندنا، سكر بودرة خالص، نحطه في إناء يعني صحن. نجيب طاوة الفرن ونحط عليها ورق الفرن علشان ما تلتصق معنا في الطاوة. راح نكور كده ونعملها في سكر بودرة. نحطه كده كمية معقولة، ولازم تكون نفس القياس. هنستمر على كده، وفي الوقت بنكون شغلنا الفرن على درجة حرارة معقولة علشان يسخن معنا، عايزينه يسخن، وبعدين هنوطي النار ونخليها. هتشوفوا معنا كيف هنطهوها كذلك. زي ما انتوا شايفين نخلطها في سكر بودرة ونحطها في اللاطة. من الجهتين لغاية ما لازم يكون في مسافة بين الواحدة والتانية علشان عاملين فيها خميرة، مش عايزينها تلتصق ببعض. هنستمر على كده. بعد ما بدأناه يطهو زي ما انتوا شايفين والفرن سخن معانا، هناخدها على الفرن. هنوطي الجهة اللي تحت زي ما انتوا شايفين، هنشعل، خلينا الفرن يسخن، والفوق كذلك
هو بتاع الجاز يعني بيسخن بسرعة. دي النتيجة على إنه سخن. فتحناه وهنحط اللاطة. طفينا اللي تحت وتركنا اللي فوق علشان تتشقق معانا، ولو اتشققت يعني النتيجة كانت رائعة لو اتشققت. ده الجهة اللي فوق، واحنا حاطين اللاطة زي ما انتوا شايفين، وكانت النار على وش اللاطة، وهدينا النار وتركناه يسخن. زي ما انتوا شايفين اهي نشفت من فوق اتشققت. وحطينا بعد ما كانت تحت كان النار فوقها، دلوقتي طلعناها فوق وصارت النار من تحتها. اهي النتيجة لما تشوفوها صارت في يدك، يعني أخدتها من اللاطة بدون ما تتلصق